هتسامحوني في اللي هقوله، في ناس حوالينا من كتر ما بقت مشاعرها متبلدة بجد ما بقوش بيصدقوا لما حد يفرح لهم فعلا. اتنين صحاب وانا عارفهم، واحد فيهم بيقول للتاني فاكر المشكلة اياها؟ قال له حصل فيها ايه؟ قال له الحمد لله خلصت وتمت على خير. فالتاني فرح قوي، انا شايفه بعينيا فرح له قوي من قلبه، وبيقول له ان شاء الله اللي جاي هيبقى كله كويس والحمد لله ان ربنا كتب لك الخير. الغريبة ان هو بص له باستنكار غير عادي وكأنه مش مصدق ان هو فرح له. انا لو معرفهمش هما الاتنين ما كنتش هتكلم، بس للأسف اللي أنا شفته بعينيا إن في واحد بيحاسب على فاتورة أفكار واحد تاني خالص. حد فعلا ممكن يكون بيفكر بطريقة سليمة يحاسب على نية واحد تاني للأسف مش سليمة خالص زيه. صفي النية شوية وتقول في حد مش تمام وفي حد تاني كويس قوي. لو عندك حد بيصدقك من أول كلمة اعمل له منشن في الكومنتات وقول له شكرا بجد، انت اللي مخليني احس ان الدنيا لسه فيها خير. انا هيثم المعداوي وان شاء الله هبقى واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.